هل اتعلمت تتكلم عربي الأول ولا اتعلمت قواعد النحو وبعد كده اتكلمت؟ الإجابة واضحة، كلنا اتكلمنا الأول وبعد كده دماغنا استوعبت القواعد تلقائيا، لكن الغريبة إننا لما بنيجي نتعلم إنجليش بنعمل العكس تماما، بنحفظ كلمات منفردة وقواعد وبعد كده بنحاول نتكلم. المشكلة هنا إن القواعد مش هتخليك تتكلم بطلاقة، علشان الطلاقة بتيجي من حفظ الجمل الجاهزة، نفس الطريقة اللي أنت اتكلمت بها العربي بدون ما تفكر في ترتيب الكلمات. وخلينا أوريك حاجة سريعة من كتاب Structured Learning لدكتور جيليان نورثبروك، واحد من أهم المتخصصين في مجال تعلم اللغات. الدكتور جيليان بيأكد إن دراسة القواعد مش مفيدة إلا لو كنت أصلا طليق في الإنجليزي زي ما أنت شايف كده، وده لأنها حاجة نظرية. المتحدثين الأصليين لأي لغة مش بيقعدوا يفكروا في القواعد قبل ما يتكلموا، هم ببساطة بيبقوا حافظين جمل جاهزة وبيستخدموها. ببساطة شديدة القواعد مكانها بعد ما تبني لغتك مش قبلها. ادرسها لما يكون عندك حصيلة لغوية كافية علشان تستوعبها بسهولة وتستخدمها بطلاقة، مش مجرد قوانين بتحفظها بدون ما تقدر تطبقها في كلامك. لو عايز تتكلم إنجليزي بشكل طبيعي ركز على التشانكس، يعني الجمل الجاهزة والتعبيرات الثابتة، وده بالظبط اللي هتلاقيه في كتاب اهم 5000 جمله هتحتاجهم في الانجليزي. هتلاقي في جمل جاهزه لاي موقف في حياتك، المواصلات، السفر، البيع والشراء، الاكل والشرب، وهتلاقي فصل كامل عن البيزنس انجلش مكون من 120 صفحه، وهتلاقي تسجيلات صوتيه باللهجه الامريكيه عشان النطق بتاعك يبقى طبيعي. وكمان هتقدر تطبق تقنيه الشادوينج اللي هتساعدك تتعلم انجليزي بسرعه انت لا تتخيلها. How's it going? How's it going? How's it been? How's it been? How is everything? How's everything? How have you been? Have you been? How you been? How you been? وكمان لما تطلب دلوقتي هتحصل على 10 كتيبات هديه هتساعدك تتكلم انجليزي اسرع بمجهود اقل. اطلب نسختك دلوقتي وهتوصل لك لغايه باب البيت. This book has completely transformed how I speak English in a short time.